السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفة سهلة وبنينة بزاف، البولات ديال الدجاج او كويرات ديال الدجاج بطريقة ناجحة ومضمونة وكتجي مقرمشة. تقدروا توجدوها للغدا ولا العشاء، تعجب الكبار والصغار. الا كنتي كتقلبي على اكله سريعه وذوقها رائع، خليكم معايا خطوه بخطوه حتى النهايه. وما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه باش توصلوا بالوصفات الجديده. دائما نبداو على بركه الله. في الطحانه كهربائيه غادي ندير طريفات ديال الصدر ديال الدجاج اللي قطعتهم قطع تقريبا متوسطه باش يطحنوا مزيان. قبل راني غسلتهم بالملحه والحامض كالعاده، وخليتهم يقطروا مزيان مزيان داك الماء. ضفت هنا واحد الطريف ديال الفلفله حمراء وفلفله صفراء، هنا 3 ديال الفصوص ديال الثوم، واحد البصله مقطعه. بالنسبه للقزبر والمعدنوس درت تقريبا واحد 3 المعالق كبار. شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره كمون، شويه ديال السودانيه الحاره، وواحد البيضه. وغادي نضيف هنايا واحد شويه ديال الزعتر باش كينسم. غادي نطحن هذا الشيء كامل حتى كيولي مطحون مزيان مزيان. غادي نزيد من بعد واحد 2 معالق كبارين ديال لاشابري وغنولي نطحن غير شويه صافي حتى كنحصلوا على هذا الخليط هذا. غادي نجيب واحد البيضه، غادي نخفقها هكا، وغادي نجيب واحد الطبسيل فيه لا شابلور وصافي. غادي نبقى نكور داك الكويرات ديال الدجاج ونديرهم في البيض ونديرهم في الشابلور كما كتشوفوا. هاد الخليط هذا غادي ندير يدي شويه في الماء وبقى نهز ونحط في البيض ونحط في لاشابلور. والزيت راها كتسخن، غادي نديروها مباشره. ممكن ديروا كويرات وتخليوهم في الثلاجه شي 4 ساعات بحال هكا، ممكن في الكونجيلاتور وصافي. انا غادي نطيبهم هكا، ما غاديش نخليهم في الثلاجه. راه حتى ملي كديرهم في الثلاجه تخليهم شي 4 ساعات كيجي داك اللحم شاد وكيجيو مقادين مزيانين. فانا ما غادي نديرهم مباشره هكا كيجيو زوينين. غير نحاولوا نكوروا غير بشويه صافي. غندير كل وحده على جهه حتى يسخن الزيت ونرميهم. فهنا سخن الزيت مزيان مزيان، غادي نرمي هاد الكويرات هادو ونخليهم كيتحمروا مزيان وكيطيبوا معنا من الداخل. ساهلين في التحضير، ما كاينش زعما شي وقت ولا شي حاجه. والاهم من هذا الشيء كيجيو لذاذين بزاف. تقدروا توجدوهم في رمضان، كيجيو حتى هما هكا زويونين، كيجيو ساهلين في الطياب والسريعين. يعني تقدروا توجدوهم في اخر لحظه. كما قلت لكم انا تقدروا ديروهم 4 ساعات في الكونجيلاتور باش كيشد داك اللحم راسو، ولكن انا درتهم دغيا دغيا وهانتوما كتشوفوا وجدوا معنا. والريحه يا سلام، كيجيو لذاذين بزاف ومقرمشين وفيهم واحد النسمه زوينه بزاف. تقدروا توجدوهم هكا في رمضان. فهذا هو الطبق ديالنا، هاد البولات ديال الدجاج كيجيو مقرمشين كما كتسمعوا. شوفوا غادي وسهلين في التحضير.
عجبكم هاد الوصفة خوتي العزاز لأنها ساهلة ماهلة، غادي إن شاء الله تجربوها، تقدروا ديروها في الوصفات ديال رمضان، كيجيو هكا ناشفين زوينين ما كيشربوش الزيت. ولا عجبتكم هاد الوصفة متنساونيش باللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم، وبارطاجيو الفيديو مع الأحباب والأصدقاء، وكذلك اشتركوا في القناة باش توصلوا بكل ما هو جديد، وفعلوا زر الجرس. وتبارك الله عليكم، وإن شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ووصفة جديدة، ومع السلامة.